يا ترى خطتنا بكرة هتكون إيه؟ خطة يوم عرفة، هنقضّي يوم عرفة إزاي؟ سواء للحاج أو لغير الحاج، كلنا هنستعد لعرفة إزاي؟ الاستعداد ليوم عرفة محتاج إن إحنا نجهّز له من النهارده، محتاج إن إحنا نبيّت النية ونقول من النهارده إن إحنا ما فيش حاجة هتاخدنا من الله عز وجل بكرة، إن إحنا بإذن الله بكرة هننقطع عن الدنيا بملهياتها لله عز وجل. يا رب إحنا بتوعك يا رب، يا رب إحنا كمان مش بس اللي واقف على جبل عرفات فهو جاي لك يا رب، إحنا كمان هنيجي لك يا رب بقلوبنا، بمشاعرنا، بأجسادنا، إحنا هنبقى قاعدين في حالة طاعة، طاعة يوم عرفة وعبادة يوم عرفة هي الدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء يوم عرفة. الدعاء يوم عرفة بشكل مفتوح للحاج وغير الحاج، كل الناس مستفيدة بيه، وده من رحمة الله عز وجل في هذا اليوم العظيم اللي ربنا فيه سبحانه وتعالى بيتنزل فيه إلى السماء الدنيا، يتنزل نزولا يليق بجلاله عز وجل، يتنزل هو وملائكته. يقال عن يوم عرفة هو يوم مشهود، أي يشهده الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج ملائكته ويقول لهم سبحان الله العظيم، ويقول: جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويرجون مغفرتي. سبحان الله العظيم. الدعاء من لم يدعو الله يغضب. تخيلوا يا جماعة فضل الدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء: من أعطى أربعا أعطي أربعا، من أعطى الذكر ذكره الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، يقول الله عز وجل: فادعوني أستجب لكم، ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أعطي الاستغفار أعطي المغفرة، قال الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تخيلوا إن إحنا في العادي بنقول إن الملائكة تؤمن على دعائنا تؤمن على دعائنا لنفسنا، تؤمن على دعائنا للغير، وتقول: ولك بمثل. فتخيل بقى إن الملائكة كلهم مجتمعين في هذا اليوم العظيم يشهد دعائك ويؤمنوا على دعائك. فتخيلوا قد إيه الفضل عامل إزاي. تخيلوا إن معقولة حاجة من الدنيا وملهيات الدنيا تخلينا نسيب كل الأجر العظيم ده كله. طب في ناس تقول: أنا بدعي ربنا في أوقات بس ربنا مش بيستجيب لي دعائي. الدعاء سبحان الله على ثلاثة أحوال يا جماعة. الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا في الدنيا، ودعاء ربنا سبحانه وتعالى يأخره لنا ويقضيه لنا في الآخرة، يعني يعوضنا عنه في الآخرة، ودعاء يرفع عنا بلاء. فكل الأحوال إنك ترفع إيدك كده وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ويكون قلبك فيه خشوع، فأنت هتنول به خير سواء في الدنيا أو في الآخرة. من أعطي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي، من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. ومن أعطي، في حديث آخر: ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، سواء الإجابة قلنا في الدنيا أو في الآخرة، في كل الأحوال فيها خير. يقول أحد الصالحين: ما إني أدعو الله يوم عرفة ولا يحول الحول إلا وقد استجاب الله لي ما دعوته به. طالما الإنسان بيدعو بصالح وبخير له في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى مش هيأخر عنه هذا الدعاء، مش هيأخر عنه استجابة هذا الدعاء. أما لو الأمر ده فيه خير ليك بس يحصل في وقت تاني، أكيد هو ده اللي هيحصل. فأكيد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الغيب، هو اللي يعلم، هو اللي خلقك، هو اللي عارف إمتى الشيء ده لو اتحقق لك هيبقى مفيد ليكي، وإمتى الشيء ده لو ما اتحققلكيش أو لو اتحقق لك هيبقى مضر ليكي ومش صح إن هو كان يحصل لك في التوقيت ده. وياما ناس مرّوا بتجارب من النوع ده وقالوا: كنا بندعي ربنا كتير جدًا، جدًا، ولمّا ربنا سبحانه وتعالى ما استجابلناش في الفترة دي وعدّت الفترة دي ورجعنا وشُفنا الأحداث وقُلنا: يا نهار! الحمد لله إن ربنا ما استجابلناش دعائنا في الوقت ده. لكن اللي إحنا عايزين نتكلم فيه النهارده إن أبواب السما مفتوحة. إحنا كنا بنقول في الأيام العادية إن ما بين الأذان والإقامة أبواب السما مفتوحة، ونقعد ننتظر كده، اللي عنده حاجة يقعد ينتظر كده الأذان يأذن عشان يقول دعاءه بين الأذان والإقامة، يقول دعاءه أثناء السجود، يقول دعاءه بعد التحيات وقبل ما يسلم من الصلاة. يعني بنتخير وبنجري ورا أماكن أو أوقات استجابة الدعاء. طب دلوقتي إحنا تخيلوا إن إحنا عندنا أبواب السماء كلها مفتوحة،
الله عز وجل اللي في الأيام العادية بيتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. فتخيلوا إن هو معانا بس بالنهار المرة دي، اليوم الوحيد في السنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا في في النهار هو نهار يوم عرفة. اليوم عظيم يا جماعة، اليوم مهم أوي إن إحنا نلتزم إن إحنا نرفع إيدينا بالدعاء، نحضّر الدعاء ده من النهارده، كل واحد نِفْسه في دعوة يدعيها إلى الله عز وجل، دعاء بالفرج، دعاء بتيسير الرزق، دعاء بالعلم، دعاء بالعمل، دعاء بالنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ما ننساش الآخرة، إحنا مش معقول يكون هَمّنا كُلّه دعوات في الدنيا بس، لأ، صُحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما تنسوهاش في دعائنا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، في الدنيا في أحلامنا، نِفْسه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدعي ربنا بكده. اللي نِفْسه يعتمر، اللي نِفْسه يحِج، ما يدعي ربنا بكده. اللي نِفْسه ولاده يكونوا في حالة طاعة وفي حالة ذِكر وفي حالة حفظ القرآن. يبقى إحنا مطلوب مننا من النهارده إن إحنا هنكتب مجموعة كبيرة من الأدعية لنفسنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأهالينا وحتى أصحابنا وحتى جيراننا، نبدأ ندعي لكل الناس اللي إحنا نعرفهم، وندعي للمسلمين وندعي لأموات المسلمين. مش عايزين ننسى حد يا جماعة في دعائنا، الدعاء ده اليوم ده يوم عظيم والدعاء فيه مستجاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء يوم عرفة. فطبعًا إحنا النهارده بكرة بإذن الله هتبقى فرصة عظيمة جدًا، جدًا، جدًا لينا، فرصة عظيمة إن إحنا ما نضيّعهاش. ممكن نجيب كمان كُتب من الكتاب من الكتب اللي هي أدعية بتاع الكتاب والسنة، ندعي منها، تساعدنا كمان على الدعاء. آآ كمان ممكن نروّح على نفسنا بين الأدعية وبعضها إن إحنا التهليل، فقرة التهليل، نعملها فقرة كل ما نحس بفتور أو حاجة نبدأ نعمل فقرة تهليل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خطتنا هتبقى إيه؟ خطتنا هتمشي كالآتي: طبعًا لازم نصحى نتسحّر، نصلّي ركعتين قبل يعني بعد ما نصحّي على طول نصلّي ركعتين أو قبل السحور على حسب ما تحب، وبعد كده هننتظر صلاة الفجر، هنصلّي الفجر. أهم حاجة هنعملها ونبدأ بيها يومنا بعد صلاة الفجر هي جلسة الضحى. جلسة الضحى اليوم ده المرّة دي مش هتبقى زي أي جلسة ضحى بنعملها خلال السنة. الجلسة دي مميزة جدًا يا جماعة، الجلسة دي جلسة يوم عرفة، اليوم اللي مش هيتكرر تاني في السنة، اليوم اللي أصلًا أبواب السما فيه مفتوحة، وهناخد فيه أجر الحجة والعمرة التامة، التامة، التامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأيام العادية، فما بالنا بقى في اليوم ده. مش عايزين خالص اليوم ده يعدّي مننا. بعد الجلسة دي لو بدأنا نقرأ وردنا القرآني، بدأنا نستغفر شوية، نتوب إلى الله عز وجل، نبدأ بالتوبة والاستغفار. دايمًا، دايمًا نفتح بابنا ما بيننا وما بين ربنا بالتوبة والاستغفار. نبدأ بالدعاء، نستظل على هذا الأمر وهذا الخير ونجمّع أولادنا ونعرّفهم من دلوقتي. يالّا كل واحد فيكم نِفْسه يدعي بإيه، يالّا هاتوا كشكول وابدأوا اكتبوا كده، خدوا كام صفحة فيه وابدأوا اكتبوا ده نِفْسكم في إيه في الدنيا، نِفْسكم إيه اللي أنا نِفْسي أحفظ القرآن، أنا نِفْسي أكون متفوّق دراسيًا، أنا نِفْسي أذاكر أبقى متفوّق في كذا في اللعبة الفلانية، أنا نِفْسي أحفظ كذا، ويبدأ يقول أمنياته. طب في الدنيا ده في الدنيا، طب في الآخرة نِفْسك في إيه في الآخرة، قُل نِفْسي في كذا وكذا وكذا، اكتبوا. واعملي خطة مش ليكِ بس لوحدِك، خلّي ولادِك هُم كمان يعملوا خطة، الخطة دي تساعدِك أنتِ كمان على الطاعة. تخيلي إن كل اللي حواليكِ أنتِ عاملة جو محيط بيكِ، الجو ده كله في حالة طاعة. في الوقت ده أنتِ هتبقي متفرغة أنتِ وهُم على يعني مشاعر واحدة، إحساس واحد، كلنا حاسين بالمشاعر الحِج، كلنا حاسين بالرغبة في إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا الدعاء، فقاعدين في حالة خشوع وسكينة وطاعة. ما فيش بقى نظام الأيام العادية من الولاد وطريقتهم مع بعض الطبيعية لأ، اليوم ده إحنا عاملين فيه فاصلين نفسنا لربنا سبحانه وتعالى. في اليوم ده إن شاء الله يا رب أتمنى اليوم ده يكون يوم مبارك علينا جميعًا، نطلع منه وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أعتق رقابنا من النار. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بيه خير باقي العام وخير الأعوام القادمة في حياتنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين ال60 وال70. 60 سنة و70 سنة، أنتم متخيلين إن إحنا يعني عمرنا بسيط ويعني بسيط جدًا، فتخيلوا إن إحنا ييجي علينا النفحات العظيمة ديّة وما نستغلهاش.
أكيد المفروض الصح الفاطن هو اللي يستغل اللحظات العظيمة دي بالأجر العظيم والكبير ده من الثواب والحسنات والعتق من النار ومغفرة الذنوب، وأن الملائكة تشهد لنا وتشهد علينا أننا في حالة طاعة وعبادة لله عز وجل، حتى يتباهى الله عز وجل بينا ملائكته، يباهي بينا ملائكته. أتمنى يا رب يكون اليوم فيديو مناسب ومفيد ليكم. إن عجبك الفيديو وصلت لغاية اللحظة دي وسمعتنا واستفدت بيه، يا ريت تشيّره وتاخد أجر من يسمعه. ودمتم بألف خير وسعادة وعام سعيد يا رب علينا وعليكم جميعًا. شكرًا وإلى اللقاء.